عندي ليك النهارده مجموعة فيديوهات الطب نفسه احتار في ان هو يفسر لك الظواهر اللي هتشوفها دي. يلا بينا. دي حكمة اليوم. ده الحاج مدكور الله يبارك له، الراجل بيحاول ان هو يعلمنا حكم زي الفل. تعال نشوف هيقول ايه. حكمة اليوم: الفلوس ما بتعملش رجالة، الرجالة اللي بتعمل فلوس. طب والله كلامك صح يا عم الحاج، ان الرجالة فعلا هي اللي بتعمل فلوس. ثانية واحدة بس يا عم مدكور. عم مدكور بيطبق الحكمة على الإيراد اليومي مش على الإيراد المستقبلي، بتفرق على فكرة. مازن في رابعة أول في مدرسة تجريبي، عيل زي الفل وعيل مؤدب ومحترم ومفيش أي حاجة خالص، والواد متفوق كمان في الدراسة. تعالوا نشوفه بيعمل إيه في الشارع. سيبوه يغني يا جدعان، سيبوه. وترتوا الواد، خليتوا الواد ينسى كلمات الأغنية خالص. كمل يا مازن، كمل يا حبيبي. هي دي الصحاب بقى. شايفين العيال وقفوا جنبه بالرغم انه ما قالش اي حاجه خالص. بس كروان مشاكل. انا بحب الواد ده، الواد ده عفوي ونجم وزي الفل، ونفسه يطلع في قناه فضائيه ان شاء الله، حتى بص يطلع في نجوم اف ام. ساعدوا الواد ده يا جدعان. تعالوا نشوف الواد ده وصل لحد فين. بس مباشر على قناه النهار يا ابن اللعيبه، طالع على قناه النهار. يلا تعالى في مدينه النتيجه العالميه ان شاء الله يا جماعه. يا ابني ما اسمهاش النتيجه العالميه، اسمها النتيجه الميلاديه، زي النتيجه الهجريه. هم شويه شهور كده، شويه نتائج كده حوالين العالم ما تشغلش بالك بيهم. هي مش الانتاج الاعلامي خالص. انتصرونا بكل جديد. البت اللي جنبه يا عيني تحس ان هي كانت مستنيه فرصه العمر في ان هي تطلع في برنامج، وطلعت كروان معاه. حبيبه قلبي، اختي وحبيبه قلبي. اسمها حتير عبد الرازق، بعشقك يا حتير. يا ابني دي مش امك عشان تبوسها من دماغها، دي عادي زميله في البرنامج، ما تدققش قوي. ولا دي بدايه حاسك مش مظبوط يعني. واخليلك بقى بحبك وحشتيني. وحياة ابوك ما تغني، وحياة ابوك ما تغني. انا سامع عندليب الدقي وقفلت من الغنى كله. وانت جايبه عن عيني انت سهرونا. اللي عايز ينتظر الواد ده ينتظره. انا عن نفسي مش فاتح قناه النهار تاني. والله مقضي 5 كوامل لسه خارج 60 شهر. ده حسن عجوه، كان تالتة طب واترفد، وحضرتك كمل بقيه المده صنايع. لا يابا حاسب، انا كنت عايش مع 15 تأبيده. كان عايش مع 15 تأبيده. 17 سنه خرج من النوم ما فيهوش خربوش. اللي مقضي 18 ومقضي 17 تأبيد يابا. يا ابني 15 ولا 19، هم عامه الاربعه الزياده مش هيفرقوا معانا. انت نفسيتك عامله ايه؟ ابطال يابا، بقعدش مع حد هلس. هو فاهم غلط، بيقول لك انا ما كنتش قاعد مع حد هلس. هو انت كل ما يتحكم عليك بسنين اكتر فانت تبقى قدوه اكبر. اشرف البدر خلف الغربات تأبيده و6 سنين. هنتضبع 15 سنه هات. فاكر انت في الثانويه العامه احمد السيد 97%، محمد جلال 99%. هو الراجل ده بالنسبه له دي بالظبط، بس في حته تانية. عشان انا ما بصاحبش هلس. عجوه اساسا من الناس اللي بتقعد في المقصوره الرئيسيه في اي مباراه للمنتخب. بصاحب الابطال، ما بقعدش مع هلوسه. عشان كده بتلاقيني ايه واخد بعضي مش شايف حد. لا بتصل. عجوه عشان تقعد معاه ما ينفعش مثلا تبقى دكتور ولا مهندس. عشان تقعد معاه ويرضى يقعد معاك لازم تكون محكوم عليك قبل كده من 10 ل 15 سنه، غير كده هيتعامل معاك معامله وحشه وممكن يعورك. اجيب ربع السنتي واخش اوضتي يابا اعيش حياتي. معاك كام صرصار دلوقتي؟ عجوه فاتح صيدليه في جيب الواد، بيقول له معاك كام صرصار دلوقتي؟ ما هو في جيب فيه صرصار وجيب فيه مش عارف ايه، كلها مجموعه ادويه للذاكره يعني. ايه السيكي دي؟ انا عاوز اغني من اليومين الجايين. على طلع في صب في العزبه نخلص فيه قد كده ب 2000 جنيه. عارف عجوه لو بوكس بس معدي، مش معدي حمله ولا بتاع، لو بوكس راح يغير زيت هياخده. انا المهم انا صدعتكم معاكم. لا يا ها انت عرفتنا بس. اه والله يا ابني، وقرفنا احنا كمان. حلا ايه؟ حلا اللي ساعدتني في ايدي وانا بطبخ. ده عجوه طلع ورور. عجوه بيشتكي من الحله ان هي لسعته. عجوه اللي ما بيقعدش غير مع التأبيدات. صعبت عليا نفسي وقعدت عجوه مدربينه نص وعاملين حفله عليه. عجوه مش في وعيه.